حبايبي، سلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بألف خير. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض كده شوية تحضيرات ممكن تستفيدي منها في رمضان. ممكن تحطيها وجبات خفيفة سريعة كده في التلاجة في الفريزر. في اي وقت انت يعني زنقتي فيه، جالك حد على غفلة، يعني حاجات كده ايه، سهلة وبسيطة ممكن تقدري تعمليها معانا كده النهاردة ان شاء الله. معايا كيلو كبده، انا قسمته نصين، نص شرايح ونص قطعته كده اسكندراني. اول نص هعمله هو كبده بانيه هجيب عليها نص ليمونه ونص معلقه توم مفروم، وهجيب ملح وفلفل، كمون طبعا اساسي، كزبره ناشفه، وبابريكا. وهبدا ان انا احط التوابل دي على الكبده، واقلبهم كويس جدا، واحط عليهم شويه لبن صغيرين جدا عشان الزفاره، لان طبعا احنا عارفين ان الكبده مش بتتغسل خالص. وهقلب كده وهسيبهم بس ايه لمدة 10 دقايق، ما تكتريش عن 10 دقايق عشان خاطر ايه ما تسيلش وتنزل المية بتاعتها. فانا عايزاها 10 بس دقايق يا دوبك ايه تاخد ايه طعم التتبيلة. والكبدة الاسكندراني هبدأ ان انا ايه اقطعها كده، ولو فيها اي القشرة بتاعتها الرفيعة دي لو هي موجودة تشيليها كده من الجناب، عشان خاطر لما تيجي تعمليها ما تشدش كده في الاكل ويبقى شكلها كويس يعني. هبدأ ان انا اقطعها كده. والكبدة الاسكندراني دي انا مش هتبلها ولا هعمل فيها اي حاجة، زي ما شفتوا كده اي حته قشره كده تقابلك وانتي بتقطعيها بالسكينه شيليها على طول. وهشيلها من غير ما اتبلها ولا اعمل فيها اي حاجه. تطلع يعني جاهزه على التشويح على طول كده، مع التوابل بتاعتها وفصين توم وشويه خل صغيرين. وخلاص كده ايه الكبده الاسكندراني خلصت. عايز تحطي بقى فلفل اخضر حطي زي ما انتي ايه بتحبي. انا هنا حطيت طبعا كيس بلاستيك كده، قطعته ورحت حاطاه في الطبق الفويل دوت، ورحت ايه مغطياها كده ومكيساها بكيس بلاستيك تاني. وكده خلاص عندك وجبة كده ايه اتعملت مع شوية مكرونة بطاطس محمرة. وكده ايه ممكن يكون وجبة عندك جاهزة في الفريزر. حاجة للحاجة التانية، ان انا هبدأ اعمل. اللهم صل على النبي. هنا معايا البقسماط، ومعايا شوية فيجيتار، بيرة حار زي ما انت عايزة. انا بحب اقلب المجموعة كده دي على بعضها كده، بتدي طعم حلو جدا للبانيه يعني. بس اللهم صل على النبي للكبدة. هحط شوية كريسبي كده صغيرين يدوا قرمشة كده بسيطة. وطبعا الكبدة زي ما قلت لكم هم 10 دقايق بس اللي هسيبها في التتبيلة، مش اكتر من كده. وهبدأ انزلها بقى ايه في الفيجيتار، على البقسماط، على الدقيق، على الكريسبي. ده عايز تحطي كريسبي حطي بحريتك، موجود مش موجود خلاص ما ترتبطيش بيه، ده مش اجباري يعني، ده اختياري خالص. وهبدا ان انا ايه اتبلها كده زي البانيه بالظبط. هي اسمها كبده بانيه، ان انت بتتبليها كده بالبقسماط المطحون. وهحطها على كيس بلاستيك كده اهوت، افردها كده عشان احط ايه، هعملها طبقات في قلب الطبق، بحيث ان انت تبقى سهله وبسيطه عليكي لما تيجي تاخدي منها، ما تبقاش لازقه في بعضها. انا كده جبت طبق برضو وفرشت فيه كيس، وحطيت اول طبقة، واحط كيس بلاستيك تاني، واحط الطبقة التانية. سهل عليكي بقى، ممكن تاخدي منها زي ما انت عايزة، تاخدي مرة 5 قطع 6 قطع زي ما انت بتحبي وزي ايه ما انت محتاجاها. وتتحط كلها كده في طبق واحد. ممكن تعمليها كلها كده في يوم، غدوة واحدة، يعني أكلة واحدة جنب مكرونة جنب بطاطس، برضو جميلة جدا وسهلة وسريعة. بص التحضيرات دي بتسهل عليكي يعني وقت كبير جدا جدا في اليوم. وبرضو هحطها في كيس بلاستيك كده، واروح ايه لفها لفه كويسه كده محترمه كده، بحيث انها ايه بتحط في التلاجة. شلتي حطيتي ما يجرالهاش حاجه. هنا انا عندي شلت فرختين سلام يعني ما رضيتش اقطعهم. قلت حطيت كل واحده برضو في طبق كده ولبستها كيس بلاستيك. وقلت ايه كده في يوم تتعمل ايه على بعضها، لان طبعا هي مش كبيره في الحجم قوي، فكنتش ينفع ان انا ايه اقسمها نصين. فقلت ايه هخلي كل واحده في طبق كده، بحيث انها ايه يعني تكفي. كلامنا زي ما انتوا عارفين بقى إن ممكن الفرخه الكبيره تقسميها، لكن ديت فرخه حوالي كيلو ونص، فرضش ايه اقسمها على 2. فقلت ايه احطها كده في كل واحده في طبق، والحوايج بتاعتهم كده احطها في طبق كده، الكبده مع الرقبه ومش عارفه ايه برضك كده في يوم، مع شويه رز كده وشويه مكرونه وانتهي اليوم يعني اهو. او تحطيها مثلا مع الفرخه في يوم ما تعملي الفراخ مثلا تزودي بيها، مفيش مشكله خالص. بس حبيت احطهم في طبق كده لوحديهم عشان ابقى ايه عارفه ان دي الكبد والقوانص. انا كنت هنا جايبه صدرين فراخ. هبدا اشيل
الزوايد اللي في الدهون، اي دهون فيها زياده شيليها. ولو انتي طبعا ما عرفتيش تقطعي البانيه، حاولي تكوني مجمده شويه، هيبقى سهل وبسيط معاكي. اي حته عظم كده زي ما انت شايفه هنشيلها، تحطي فريدي ايدك كده على على البانيه، وتقطعي بدقه بالسكينه، وتخلي بالك من ايديكي طبعا. وهطلع منه طبعا ايه الحتت الفيليه التخينه دي، هعملها ستريبس وشاورما، والبانيه هيطلع كده. متاسفه قوي. هطلع حته الفيليه ديت الموزه دي، هعملها ستريبس، واقطع منها جزء للشاورما. ويبقى انا كده استفدت ايه من صدور الفراخ، هعمل منهم 3 وجبات. خلي بالك من ايديكي وانتي بتقطعي البانيه، لو انتي مش هتعرفي تقطعيه كده جمديه الاول في التلاجة، هيبقى سهل عليك. هنا هقطع بقى صوابع الستريبس كده، ما تخليهاش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، خليها في المعتدل يعني، عشان ايه تبقى مستويه معاكي من جوه. وهاخد بقى القطع الصغيره دي هعملها ايه شاورما. عشان لا اله الا الله، عشان ايه. قطعت الشاورما كده زي ما انتوا شايفين، قطع مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، بحيث ان انت لما تيجي تعمليها تبقى محمله معاكي وما تبقاش وتصغر معاكي يعني. كده انا عملت شويه شاورما صغيرين اهو الطبق اهوت، وعملت برضو البانيه، وعملت ايه الستيل. بس انا ابني ما بيحبش البانيه يعني بالبيض والبقسماط، بيحبه متشوح كده، فانا شلت له حبه صغيرين كده اهوت، بحيث ان هو ايه ياكل يعني وكده. انما احنا البانيه بتاعنا هنتبله. هنا هعمل بقى ايه الشاورما بتاعتي، كوبايه زبادي صغيره، وملح وفلفل وكمون وبهارات، شويه زيت صغيرين، وابدا اقلب الشاورما كده في قلب بعضها. قلبي كده دوبي جامد الزبادي مع التوابل مع الشاورما. وكده خلاص الشاورما بتاعتنا خلصت. ساعة ما تيجي تعمليها بقى، انا مبحبش احط عليها الفلفل دلوقتي، ساعة ما تيجي تسويها فلفل الوان بقى، فلفل اخضر زي ما انت حابة، وشوية زيتون كده اخضر، وخلاص خلصت معانا الشاورما. وهيبقى شكلها يعني طعمها جميل جدا، لانها طبعا متبلة وفيها كل التوابل، والزبادي بيطريها، بيخلي لحم الفراخ طري وحلو. وتبقى وجبة برضو تانية ايه جاهزة معاكي. هنا هتبل البانيه، فرمت بصلايه، وحطيت ملح وفلفل وشويه بهارات فراخ وشويه بابريكا. وهبدا اقلب البانيه واكسر عليه بيضايه، لان طبعا الكميه مش كتيره. تمام. وهقلب كده ايه البيض مع الخلطه كده. وهبدا طبعا ان انا ايه اعمله بقى ببقسماط. جبت كيس كده وفضيت عليه شويه فيجيتار، وشويه بقسماط، وشويه دقيق. ده دقيق يا جماعه مش نشا. بحب احط عليه شويه دقيق صغيرين كده، ما بيفصلش القشره، وبتخليه متماسك وحلو. وهبدا ان انا بقى ايه اعمله بقى بالبيض وبالبقسماط كده، تتك كده على على البانيه كده، عشان الخلطه تمسك البقسماط يمسك فيه وما يفكش منه. تك عليه بايديكي كده. طبعا احنا عارفين ان انتوا كلكم شطار زي العسل، بس ده الكلام دوت للبنات لسه اللي هم بادئين يعني، العرايس الجداد. تك كده على ضغطي كده على على البانيه، عشان الايه ما يفصلش منك وانتي بتحمري. طبعا لو وصلنا لحد هنا ولسه ما حدش اشترك معايا في القناه، يشترك في القناه ويعمل لي لايك للفيديو، ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس، ويدوس على كلمه الكل عشان يجيله اشعار بكل فيديو بينزل. وبشكر كل الناس اللي دخلوا لي جداد، بشكرهم من كل قلبي، وربنا يخليكم دعم ليا وما تحرمش منكم ابدا يا رب. ولايك بقى للفيديو عشان الفيديو يترفع بيكم. انا هبدا كده برضو اجيب الطبق واحط عندك بقى ستريتش ريب، عندك كيس بلاستيك، انا عندي الاكياس بتاعت الاكل ديت، بحطها جميله وسهله وحلوه ونضيفه وزي الفل، وسهله عليكي، بتخليش الاكل يلزق في الطبق. واروح عاملاه كده ايه وجبات كده زي ما انت عايزه. شوفي انت بتحبي تعملي كام قطعه في الوجبه على قد ايه افراد البيت يعني وكده. هنا بقى هبدا ان انا اعمل الستريبس. هحط معايا هنا شويه دقيق. تمام. يعني انا زي ما انت بالنظر انت عارفه ان هم شويه صغيرين، فانا هحط ايه 3 4 معالق صغيرين كده، وشويه ميه صغيرين. تحطش الميه كلها مره واحده، حطي شويه ميه وقلبي مع التوابل طبعا بتاعتنا، اللي هو ملح وفلفل وبهارات وبابريكا وشويه جنزبيل.
وهبدا انزل ايه بالستريبس بتاعي اهوت. طبعا شفتوا الخلطه ما خليتهاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بحيث ان هي تمسك فيها. حط بقى هنا شويه دقيق ومعلقه نشا واحده بس. وبصوا بقى، حطي امسكي الستريبس كده، قلبيه وامسكيها بطرف صباعك كده وانطريها كده، تديكي بقى القشور اللي هي بتبقى على ايه، على الستريبس ديت. بصي، قلبي كده بايديكي، وامسكي واحده واحده انطريها كده وحطيها على الكيس، وبعد كده جمديها في الفريزر، وبعد كده بقى ايه، كيسيها. تمام. انا هحطهم كده ايه وجبه واحده لان هما مش كتير. هحط كده بين كل طبقه وطبقه كيس بلاستيك عشان ايه ما يلزقوش في بعض. اهو بصي، لو انت حابه ان انت تجمديهم شويه كده في الفريزر، هما بعاد عن بعضيهم، بعد كده تحطيه في كيس بلاستيك مش هيجرى له اي حاجه. بس انا قلت عشان دول وجبه صغيرين عملتهم كده على طول في طبق واحد. وادي كده الوجبات، تحضيرات الوجبات السهله البسيطه معاكي. ممكن تعملي في كذا وجبه في كذا يوم. تعبتي يوم هترتاحي بقيه الاسبوع مثلا، مش هقول لك الشهر، ومش ده احتراز رمضان. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.